السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحلى متابعين في الدنيا. هنعمل النهاردة فطاير لذيذة. أول حاجة هنجيب كوباية لبن دافي ونحط عليها معلقة سكر وندوبه فيها. وبعد ما ندوب فيه نحاول نقلبه يعني عشان يدوب. وبعد كده هنجيب معلقة خميرة كبيرة. معلش عفوا صوتي بس تعبانة عشان عندي برد. وبعد كده هنحط معلقة خميرة كبيرة وهندوبها مع السكر اهوت، ونفضل ندوب فيه لحد ما يمتزجوا الاتنين مع بعض. وبعد كده هنبدأ نحط بقية المكونات. بص لازم تقلبوا فيه كويس جدا جدا عشان المكونات كلها تمتزج مع بعض. لازم نقلب كتير قوي او زي ما انتوا شايفين كده وبعد كده هنحط بقية المكونات. ده بياض بيضة ونقلب فيها برضو. لازم نقلب علشان كل المكونات تتجانس مع بعضها. وبعد كده بعد ما حطينا بياض البيضة هنيجي ونحط بقية المكونات. ومادام حطينا بياض بيضة لازم هنحط خل، وهنحط بيكنج باودر، وهنحط حاجات كتيرة قوي زي ما انتوا شايفين. هننزل بمعلقة الخل عشان ده مادة رافعة وفي نفس الوقت يمنع زفارة البيض. ونخلطه برضو زي ما انتوا شايفين كده. وبعد كده هنبدأ نحط بقية المكونات. عندنا هنا حوالي تلت كوباية زيت ونخلطها. ندوب فيها كويس جدا علشان المكونات كلها تتجانس مع بعض. الخطوات سهلة وبسيطة ما فيهاش اي حاجة. ده هنا معلقة بيكنج باودر، معلقة هرمية، فاحنا ممكن نعمل ايه اتنين صغيرين او معلقة هرمية وندوب مع بعض برضو. نفضل نخلط معاهم مع بعض كده. تقريبا الخليط كله تجانس مع بعض. هنيجي نحط بقية المكونات عندنا الدقيق. عندنا حوالي 3 كوبايات ونص دقيق. بنحط بالتدريج علشان ايه بيختلف الدقيق مدى استيعابه لكمية السوائل، فاحنا بنحط بالتدريج ونشوف. اول ما نلاقي المضرب بدأ يتقل كده ولا حاجة هنبدأ نعجن بايدينا. احنا بنحط الدقيق هنا بالتدريج. لازم نسلكه طبعا حرام، فاحنا بنسلكه حبة حبة ونعجن بعد كده بايدينا اهوت. نبدأ نشتغل فيها عادي. هي ما فيهاش حاجة خالص، هي بسيطة جدا جدا. نبدأ نعجن كويس قوي. هي بتاخد يعني حبة شوية كده عجن، بس علشان ايه ما نطولش الفيديو انا عجنت. وبعد كده اهو هنا كملنا بقية الدقيق. هي لحد ما تاخد على بقية المكونات تفضل يعني تشد شوية وبعد كده خلاص. اهو احنا بنعجن كويس قوي. وبعد ما عجنتها انا عشان الفيديو بس ما يطولش، بعد ما عجنتها اهو بصوا قد ايه هي طرية وحلوة وبسيطة جدا.
ممكن لو هي يعني ما تعجنتش معاكم كويس ممكن نديها معلقة زيت. وبعدين دلوقتي احنا هنيجي نروح مغطيينها بالاسترتش علشان تخمر. هنا اهو. نبدأ نغطيه كويس قوي يعني اهوت. وهنيجي بعد كده اهوت نغطيها علشان تخمر. وهنيجي نعمل الجبنة. احنا الحشو عبارة عن جبنة قريش وحطيت عليها شوية بقدونس، ممكن تبهريها بأي حاجة. وبعد كده جبت سائل عبارة عن معلقتين دقيق ومعلقتين مية، ونقعد نقلب فيه كويس جدا لحد الاتنين ما يتجانسوا مع بعض. وهتشوفوا دلوقتي احنا هنعمل بيه ايه. اهو زي ما انتوا شايفين خليط متجانس اهوت. اهوت وهنركنه على جنب دلوقتي اهو. هو كده لقيت حسيت ان الدقيق خفيف شوية، السائل خفيف شوية، فانا هزوده بمعلقة دقيق اهو. اهو زي ما انتوا شايفين كده متجانس وبسيط خالص. هتعرفوا دلوقتي احنا هنعمل فيه ايه. احنا بنخلط فيه عشان ما يبقاش ايه في اي كلاكيع او اي حاجة. بصوا بعد ما اختمرت ما شاء الله بقت حلوة جدا اهوت. بصوا بقت هشة وجميلة جدا. هناخدها ونرش شوية دقيق على الرخامة ونعملها زي الرول كده. نقطعها قطع. هي والله ما كانتش محتاجة دقيق، يعني هي كانت سلسة جدا ومش محتاجة دقيق خالص. هنقطعها قطع متساوية تقريبا اهو زي ما انتوا شايفين كده. ونحاول القطعة دي نفسها لو احنا حسينا ان هي كبيرة نقطعها على اتنين. انا عن نفسي لقيتها كبيرة فقطعتها على اتنين. وبعدين هناخد الواحدة ونعملها دواير اهوت. نعمل واحدة دواير، او لو لقينا الدايرة كبيرة بنقسمها على اتنين اهوت. وبنبدأ نكورهم ونحطهم على جنب ونسيبهم يخمروا شوية اهو. ودلوقتي هنقطع بقية المكونات اهو زي ما انتوا شايفين. بنقطع ونعملها دايرة اهوت. نعملها نقفلها زي القطايف بالظبط. بنقفلها زي القطايف اهوت.
اهو بنكورها الاول، بنكور القطع كل واحدة بنكورها. لقيتها كبيرة ممكن اقسمها على 2 عادي يعني. اهوت بنفس الطريقة بنكور على طول عشان تبقى سهل، علشان ايه تبقى سهل علينا يعني لما نيجي نقطعها يعني. اهو زي ما انتوا شايفين كده بنبدأ نكور كل واحدة على حدة. على طول وهنيجي نروح مغطيينها بأي حاجة علشان تكمل بقية التخمير بتاعها. اهو بعد كده هي كانت اختمرت، فاحنا جبنا دقيق ورشيناه، وهنمسك كل واحدة نفردها على الدقيق ونشيل الدقيق الزيادة اللي فيها. وبعد كده هنبدأ نحشيها بالحشو، اي حشو تعجبكم. انا جبت جبنة قريش وحطيت عليها جبنة حادقة شوية، وحطيت عليها بقدونس وشبت وقلبتها كويس جدا، عطت طعم لذيذ. فحشيتها في النص زي ما انتوا شايفين اهو، حطيتها وحشيتها، وكنت بقفلها زي ما احنا بنقفل القطايف بالظبط، بس نضغط عليها علشان ما تتفتحش اهو زي ما انتوا شايفين اهوت كده اهوت بنقفلها زي القطايف اهو. بس نضغط عليها، ولو حسينا ان في كمية زيادة نشيلها علشان ما تتحرقش في الفرن اهو. وبعدين بنيجي نكور الحتة اللي هي تبقى فيها الفتحة دي، هنقفلها كويس وبعدين نقلبها هتبقى هي اللي من تحت عشان تدي الشكل الانسيابي الحلو. هنعمل كذا واحدة ونوريها لكم اهو. وبعدين هنا يا حبايبي اهوت بناخد واحدة واحدة ونقطعها دواير ونحط فيها الحشوة ونقفلها زي القطايف بالظبط اهوت. ولازم نضغط عليها واحنا بنقفلها عشان ما تفتحش معانا في الفرن. نقفلها كويس جدا زي القطايف كده، ونضغط عليها في التقفيلة. وبعد ما بنضغط عليها نديرها من تحت، التقفيلة تبقى من تحت. هوريكم كذا واحدة ازاي بنعملها اهو زي ما انتوا شايفين كده اهوت، عاملة زي الايه شكل انسيابي وجميل اهوت. طبعا احنا ولادنا دلوقتي في المدارس بيبقوا محتاجين المخبوزات ديت، بتديهم طاقة، ممكن ياخدوها معاهم في المدرسة في لانش بوكس ولا اي حاجة اهوت. زي ما انتوا شايفين ما بتاخدش وقت خالص. نعملها دايرة، هي مش محتاجة حتى ان احنا يعني مش محتاجة، ده احنا بنعملها بايدينا يعني مش اخدة وقت خالص. بنحشيها، ممكن انت تحشيها جبنة تركي او تحشيها محاشي تانية، ممكن تحط لها بسطرمة، ممكن تحط لها اي حشوة انتوا بتحبوها يعني انت ولا ولادك، هتبقى طعمها خطير وحلو جدا. زي ما انتوا شايفين اهو بنقفلها ونروح حاطينها على الناحية اللي احنا كنا بنقفلها. ودلوقتي اهو بعد ما عملت كمية فقلت اغير الشكل شوية، رحت جايبة سكينة قطعتها على 3 وحشيت الحشوة، وبعدين حطيتها وحلفتها تبقى عاملة زي شكل الكرواسون شوية يعني. وهنعمل الاشكال كلها كده اهو زي ما انتوا شايفين نفس الطريقة ديت، ونخلصها واحدة واحدة
اي شكل بيعجبنا نعمله عادي يعني، مفيش حاجة معينة يعني. احنا بنعمله كده زي كأنه مستطيل طويل شوية، ونقطعه بالسكينة 3 شرط، وبعد كده اهو نحط الحشوة ونلفه كأنه زي الكرواسون كده بالظبط. عادي اشكال مختلفة تعجب الولاد وخلاص يعني. هنا اهو زي ما انتم شايفين كده بنعملها نفس الطريقة ديت اهو. بنقطعها 3 شرط، وبعد كده اهو نحشي الحشوة تبقى زي الكرواسون بالظبط. عادي، هي فطاير كرواسون اي حاجة ممكن انتي تخترعي وتعمليها يعني. اهوت بندورها اهو زي ما انتوا شايفين، تدي شكل حلو قوي برضو كده اهو بنفس الطريقة اهو. كده بقى جبنا الصينية ودهناها زيت، هنرص الفطاير زي ما انتوا شايفين كده. وبعد كده اهوت بنفس الطريقة كده بنرصها واحدة واحدة. نرصها زي ما انتوا شايفين. وبعدين هنجيب البضاية، احنا كنا اخدنا البياض، هنجيب بقى الصفار ونربه نعمله زي ما انتوا شايفين كده. انا بحاول اخد اللي هو الاحجام المتساوية عشان تاخد نفس التسوية اهو زي ما انتوا شايفين اهو. بعد كده جبت صفار بيض وحطيت عليه معلقة خل وربيته كويس جدا، وهمسح على كل فطيرة منهم، بتدي شكل حلو قوي زي ما انتوا شايفين كده. هنمسحها كلها واحدة واحدة. وهنا بدأنا ندهن كل الفطاير كلها بالبيض اللي عليه الخل عشان يمنع الزفارة اهو زي ما انتوا شايفين كده. هنخلص الكمية كلها. الدهن بتاعها ده بيديلها شكل حلو قوي ووش حلو قوي للمخبوزات كلها يعني اهوت. هنخلصها ونبدأ نعمل اللي احنا عملناه دقيق مع المية. هنحطه في اي كيس تلاجة اهو زي ما انتوا شايفين كده، وبنعمل عليها خطوط بيدي اشكال حلوة يعني لما بيتخبز في الفرن اهو. بدأنا نعملها اهو زي ما انتوا شايفين كده اهو. بتعملي اي شكل يعجبك، تعملي خطوط، تعملي كده اي حاجة. زي ما انتوا شايفين كده بالظبط اهو. نمشي عليهم واحدة واحدة اهو نخلصها كلها اهو. وبعد كده نحطهم في الفرن اهو. ودلوقتي طلعت من الفرن. طبعا انا فرشت حاجة عشان الصينية كانت سخنة جدا اهو. بصوا عادش اشكال شكلها حلو قوي. يا ريت لو الفيديو عجبكم ما تحرموناش من اللايك والشير. بصوا احنا عاملين ايه كده اهوت. انا مش هقدر امسكهم لانهم كانوا سخنين جدا. بصوا الاشكال، بصوا انا عملت التسوية من تحت وبعد كده ولعت عليهم الشواية هم زي ما انتوا شايفين كده اهي. بس منظرها جميل جدا جدا وطعمها رائع والله. ولادكم هيحبوها جدا والكبار نفسهم يعني هيحبوها.
اهوت. طبعا انا هستنى عليها شوية عشان كانت سخنة. بصوا هقطع واحدة، بصوا طرية ازاي وهشة وجميلة. بصوا اهيت، طرية جدا، هشة قوي قوي، واخدة وقتها ان هي خمرت يعني، فجميلة وهشة جدا. ودلوقتي اهو بعد ما طلعت بقى وخلصناها، حطيناها دلوقتي